من أجمل تسالي العيد هي الفول المقلي أو الفول مقلي، وعملت جنبها شوية فول نابت من اللي قلبك يحبها. هاتي نص كيلو ولا كيلو من الفول، فول عادي جدا، وهاتي الحباية الكبيرة اللي يكون لونها فاتح عشان بيكون مذاقها وطعمها أفضل، ما تجيبيش الصغيرة الغامقة. وبعد كده نقيه كده هو من أي طوباية ولا أي حاجة مش تمام، ونقعيه من 12 ل 24 ساعة في مية عادية جدا. وبعد خلال ال 24 ساعة وال 12 ساعة تغيري المية مرة واتنين وتلاتة. بعد كده حطيه في مصفى واغسليه كده واشطفيه شطفتين تلاتة اربعة خمسة كده حلوين، وحطيه في مصفى كده، وحطي عليه مناديل مطبخ او اي فوطة، والفوطة دي تكون مبلولة، او كل شوية نبدأ ان احنا نحط لها شوية مية كده، عشان عايزين الفول دايما رطب ودايما عليه مية علشان يبدأ ينبت. هيقعد بقى النبتة الطويلة الحلوة دي بتقعد قد ايه عقبال ما تطلع؟ بتقعد حوالي يوم ونص، ممكن يومين كمان، بس انا قعدتها بالظبط يوم ونص وطلعت اللهم بارك حلوة جدا وكبيرة زي ما انت شايفه. مش بنحطه في الشمس ولا حاجه، بتحطيه على السفره ولا على رخامه مطبخ وبيطلع رهيب. بعد كده اهو تشطفيه بقى 3 4 شطفات كده اهو في المصفى، وعلى طول تسخني الطاسه كويس جدا وتروحي عطياله الصدمه تمام، والنار تبقى عاليه، وهنبدا نشويه بقى مع التقليب المستمر على طول كده اهو ايدك فيه علشان يتشوي وياخد اللون الغامق اللي انت شفتيه ده. كل كوبايه من الميه بتاخد معلقه من الملح، وده محلول الملح اللي احنا هنعمله معانا. ذكر النهارده لا حول ولا قوه الا بالله. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي لا حول ولا قوه الا بالله. دي ميه مغليه، واستنيت لما تبرد كده حاجه بسيطه بسيطه كده عقبال ما قضيت طلباتي. حطيت على كل كوبايه من الميه معلقه كبيره من الملح، وممكن كمان تحطي له معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه من الشطه، نص معلقه صغيره بس من الشطه، تدي كده سنه حرقان بسيطه. ومعاه كمان معلقه صغيره مليانه من البابريكا، طبعا عصره ليمونه كامله، وتحطي قشر الليمون. حطي بقى الفول المقلي الرهيب الجميل دوت فيه، تقلبيه تقلبتين وتغطيه، وتحطيه بعد شويه كده اهو لما يبرد تماما في علبه محكمه الغلق في التلاجة. وطبعا وانتي بتاخدي منه تاخدي منه بمعلقه او باي كبش عندك علشان ما تبوظوش ولا يريم معاكي. هاتي بقى بصلايه جزرايه ورق لورا. هنا معايا نص ليمونه قطعتها كده اهو هي ثابته في مكانها، ونص كده اهو من مكعب مرق الدجاج، ومعايا كمان 4 فصوص من الثوم الصغيرين. حطي بقى ميه وابداي على طول، نص بس مكعب مرق الدجاج ما تكتريش. هنبدا بقى نقول بسم الله ونرفعهم على النار. نص معلقه من الملح او الملح على حسب الكميه اللي انت عاملاها، ونص معلقه من الكمون. وهنا هو بقى لازم الشوربه الحلوه دي يتحط لها كمون. بصوا بقى شكل الفول اللهم بارك كان حلو وجميل قد ايه، والنبته كانت كبيره. تنسيش ذكر النهارده، وما تنسيش تشغلي لسانك النهارده في الذكر طول اليوم، لا حول ولا قوه الا بالله. ادي بقى الفول النابت ده بعد الميه ما تغلي كويس، قولي بسم الله وانزلي بيه في الميه اللي بتغلي كده. لو اول ما يطلع ريم كده اهو على الوش، ابداي على طول تخلصي من اي ريم وقلبيه تقلبتين وغطي عليه واصبري عليه لما يستوي. ادي الفول مقلي بقى استوى معايا بعد ساعتين بالظبط، ممكن تبداي تاكلي منه، بيكون خلاص. بصوا بقى شوربه النابت اللهم بارك فاتحه وخطيره ورهيبه. هاتي بقى كده اهو طبق، وابداي بقى طلعي كده اهو عليه، وجهزي بقى دقه شويه ملح على شويه كمون على شويه شطه، ورشي كده اهو سواء هنا او هنا. وما تنسيش الليمون، ما تنسيش ذكر النهارده، وما تنسيش اللايك. شكرا ليكم والسلام عليكم.